هلا والله شايف فيديو جديد وحلقه جديده على قناتكم قناه التكنولوجيا ان شاء الله. هنشرح برنامج جديد وهنشرح من صفر النقطه للسحب من الابلكيشن بتاع النهارده، واهم طرق السحب واهم شركات العروض وكل حاجه ليها علاقه بالبرنامج بتاع النهارده. قبل ما تدخل في الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدخل الفيديو ده. اهم حاجه في الاشتراك ان انت يوصل لك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد بعروض جديده او ببرنامج جديد، فده اهم حاجه في الاشتراك بالنسبه لي. وتدخل قناه التليجرام اللي هتلاقوا في وصف الفيديو بتاعتنا، وجروب التليجرام الخاص بالتطبيق ضروري جدا في الاثنين، علشان في حاله ان في عروض نزلت او في حاله ان في عروض اتمنعت او في حاله ان في اي حاجه جديده نزلت فتكون انت على علم بيها. ضروري يدخلوا في قناه التليجرام اللي هتلاقوها في وصف الفيديو، وندخل دلوقتي على البرنامج. طبعا بالنسبه للبرنامج الموجود معانا النهارده فهو برنامج رويز زي ما احنا شايفين. البرنامج ده يا جماعه النقط بتاعته يعتبر عاليه جدا في كل الشركات، وموجود فيه شركات مش موجوده في باقي البرامج الثانيه. فركز مع بعض دلوقتي في الشركات اللي موجوده هنا. طبعا موجود فيه اتقل الشركات اللي موجوده في المجال، فموجود عندنا شركه تاب جوي بنقط مرتفعه، وموجود عندنا شركه فايبر، وموجود شركه اجيب ميديا وهاند ماي اتس وتوريتس وايت ستوديو. يعني موجود اتقل الشركات يعتبر في المجال كله. هندخل دلوقتي على الشركات ونشوف ايه هي اهم العروض اللي بتتنفذ، وايه هي كمان طرق السحب الموجوده. طرق السحب الموجوده في البرنامج بتاع النهارده فهي عباره عن البيير بحد ادنى 100 نقطه عباره عن 10 سنت، 100 نقطه ب 10 سنت، وفي عندنا 15 150 نقطه ب 15 سنت. وموجود عندنا هنا بقى الجوائز او دي لفتره محدده، يعني بتنزل كل فتره مثلا ان 7000 نقطه ب 10 دولار بدل من 10000 نقطه ب 10 دولار. فدي بتنزل لفتره معينه، عشان كده بقول لكم تدخلوا على قناه التليجرام بتاعتهم هتلاقوها في وصف الفيديو عشان تعرفوا الفتره دي بتكون امتى يعني. طبعا بالنسبه بقى لاول شركه هنبتدي بيها هي شركه تاب جوي. شركه تاب جوي في البرنامج بتاع النهارده نقطها يا جماعه بجد مرتفعه جدا جدا، يعني في النقطه بتاعت البرنامج بتاع النهارده بالذات مرتفعه جدا. ايه هي اهم العروض اللي بتتنفذ على الشركه دي؟ طبعا زي ما احنا عارفين كل العروض بتاعت الشركه دي بتتحسب بدون اي مشاكل، سواء كان عرض الريورد بلاي اللي هو طالب منك ان انت تنزل العاب وهكذا يعني، وزي ما انتم شايفين النقطه اهي زي ما احنا شايفين قدامنا، او اي عروض من العروض الثانيه دي كلها. فالعروض كلها بتحسب، وكمان الحائط ما بيجيبش تعرض ولا اي مشاكل خالص. بس احنا نشرح ايه هي اهم العروض اللي احنا نشرحها. في عندنا اول عرض هو العرض بتاع الرايت شادو. العرض بتاع الرايت شادو اللي طالب منك اللي انت تكمل المرحله التعليميه دي وتوصل لليفل 3. اللي انت تكمل المرحله التعليميه وتوصل لليفل 3 دي سهله جدا، يعني بتخلص معاك تقريبا في خلال يعني ممكن 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق بالظبط تخلص المرحله دي بتقريبا 200 نقطه، يعني 20 سنت من المرحله التعليميه، واللي انت توصل لليفل 3 ب 20 سنت، 200 نقطه اللي انت توصل لليفل 3. صراحه يعني اللعبه سهله جدا، واحنا شرحناها برده في الفيديوهات اللي فاتت لو انتوا عايزين ترجعوا وتشوفوها. طيب يا جماعه موجود كمان معانا العرض بتاع التكست ناو. العرض بتاع التكست ناو ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اشرح العرض ده بالتفصيل، فعشان كده انا هشرح العرض دلوقتي بالتفصيل، وهشرح كل حاجه متعلقه بالعرض ده عشان نفهم ازاي ان احنا ننفذ العرض ده مع بعض دلوقتي. العرض ده طالب منكم ايه؟ انا العرض ده طبعا هو ما حسبش معايا حاليا، علشان انا نفذت النسخه اللي بتتحسب في خلال تقريبا 12 ساعه. يعني بعد 12 ساعه النسخه دي هتحسب معايا قد ايه؟ هتحسب معايا 80 سنت او 88 سنت، يعني تقريبا 90 سنت زي ما احنا شايفين مع بعض. 88 سنت يعني تقريبا 90 سنت من العرض ده بالذات. يعني العرض طالب منك ايه؟ طالب منك لا اما تقفل البرنامج وتفتحه 4 مرات، لا اما تعمل مكالمه لمده 10 ثواني. احنا نعمل مكالمه لمده 10 ثواني دي ونشوف مع بعض ازاي نعملها. فندخل دلوقتي ونبدا نشوف مع بعض. طبعا بعد ما انت بتبدا تنزل البرنامج وتفتح البرنامج وتعمل خلاص بقى الخطوات اللي احنا وصلناها، فهتوصل للخطوه دي. احنا هنعمل بقى هنا ايه؟ هندوس على كلمه ساين اب. ركزوا معايا بالتفصيل علشان في ناس كتير حابه تشوف العرض ده بالتفصيل، وبيقولوا انت توقف الفيديو وما توقفش الفيديو. انا مش هوقف الفيديو ولا ثانيه في الفيديو هنا، مش هوقفه ولا ثانيه. هنبدا بس نستنى ثواني لغايه لما يحمل بس معانا الحته دي اهو. هنروح نبدا هنا بقى نحط الايميل بتاعنا. فانا احط دلوقتي اي ايميل، هحط حتى الايميل اللي هحطه قدامكم يعني زي ما احنا شايفين اهو، وابدا احط اي باسورد حرفيا. فابدا احط اهو اي باسورد دلوقتي اهو كده، ونروح دايسين على دي وندوس على كلمه ساين اب. ده كله انا مش هوقف الفيديو ولا ثانيه، كل حاجه هتكون قدامكم دلوقتي بعد ما ادوس على ساين اب. وبس في مشكله واحده ممكن تجي لي، ان هو انا اكون مستخدم الايميل ده قبل كده، علشان انا استخدمت اي ايميل وخلاص. بس هنشوف دلوقتي هو فعلا بيقول لي اهو ان انا استخدمت الايميل ده قبل كده. فنحط اي ايميل دلوقتي تاني، نحط مثلا نكتب كده اي ايميل تاني مثلا 30@gmail.com، ونكتب هنا مثلا في الباسورد كده، ونروح كاتبين بقى الساين اب. زي ما احنا شايفين هيودينا على المرحله دي. اول ما يجيبنا نروح دايسين على بريس اند هولد، نفضل دايسين عليها كده، دايسين عليها شويه اختار لغايه لما الخط الازرق اللي قدامنا ده يوصل للاخر. فكده هو وصل للاخر، جاب لي علامه الصح. هنستنى بس يحمل معانا. ده كله انا مش هوقف الفيديو نهائي، يعني كل حاجه هتكون قدامكم زي ما انتم شايفين اهو. ودانا على المرحله اللي هنا دي. هروح دايس على كلمه يوز واي فاي اونلي فور ناو، واروح دايس على سيلكت فور نمبر.
بعد كده اروح دايس هنا دونت يوز لوكيشن، واكتب هنا كمان الاريا كود 414 كونتينيو. كل حاجه قدامكم يعتبر هو العرض يعني كده قرب يخلص. يعني احنا ندخل هنا ندوس بيرسونال ونوت ناو وسكيب، وكده يكون خلصنا يعتبر الحته دي بشكل كامل. احنا بقى هنا بقى هندخل ونكتب اي رقم امريكي، نكتب هنا اي رقم امريكي. انا خلاص المرحله دي بقى هقف لحد هنا علشان برنامج التصوير هيقفل لو رنيت على حد. فانا في الحته دي هكتب اي رقم امريكي، فلنفترض ده كده اهو، وارن عليه واكلمه لمده 10 ثواني. هكلم الرقم ده لمده 10 ثواني او خليها 15 ثانيه علشان العرض ده يحسب معاك بشكل كامل. وبعد ما تكلمه لمده 15 ثانيه هترجع البرنامج هتلاقيه ما حسبش. ده طبيعي. ليه؟ علشان العرض ده النسخه دي بتحسب بعد 12 ساعه، اللي هي النسخه اللي ب 90 سنت. في نسختين من العرض ده، نسخه بتحسب بعد تلت ساعه اللي هي 20 دقيقه، ودي بتدي تقريبا 200 نقطه، حاجه شبه كده 200 نقطه تقريبا. ونسخه تانية بتحسب بعد 12 ساعه او 15 ساعه بالحدود دي كده، وبتدي 90 سنت. فانا دلوقتي منفذ النسخه اللي هي بتدي 90 سنت وهي 100% هتحسب يعني. فهي دي كل حاجه يعني بالنسبه للطريقه بتاعه تنفيذ العرض ده. طبعا بعد ما رجعنا هنا بقى التطبيق، فنبدا نشوف ايه هو العرض الثاني اللي انا نفذته. والعرض اللي انا نفذته تاني هو العرض ده. طبعا العرض ده انا يعتبر شفته من عند يوتيوبر تاني، هو تقريبا كان جاست ام ار تقريبا يعني. هو يعني اول واحد يعتبر شارح العرض ده، فانا شفته يعني وقلت اقوله لكم برده لو انتوا حابين تنفذوه. فالعرض ده يا جماعه طالب منك ان انت توصل فيه لليفل 2. يعني اللعبه دي عباره عن لعبه انت هتوصل فيها لليفل 2 بس، وبعد ما توصل فيها ليفل 2 هيحسب 147 نقطه. وبرده من العروض السهله تماما، تقدر فيها توصل ليفل 5 وتقدر فيها توصل ليفل 7 بكل سهوله. فيعني اللعبه سهله خالص. يعني ب 147 نقطه، ليفل 5 ب 220 نقطه، وليفل 7 ب 367 نقطه. يعني اللعبه صراحه نقطها عاليه برده، وعرض كويس جدا يعني. بالنسبه بقى لاهم العروض التانية الموجوده هنا، ففي لو ظهر معاكم العرض بتاع المود ايرن اب، فبرضو احنا زي ما احنا عارفينه كلنا نفذوه، وهتلاقوا نقطه هنا عاليه جدا. ممكن تلاقوها مثلا في حدود ال 80 سنت او حاجه شبه الحدود دي كده، فهتلاقيها برضو نقطه عاليه. فنفذوه يعني واستغلوه. طبعا بعد ما انا عملت معاكم العرض وظهر قدامي هو اللي انا معايا 149 نقطه تقريبا، اللي هو تقريبا باقي نقطه وابقى 150 نقطه عموما. فانا هسحب 10 سنت. يعني هسحب دلوقتي اهو، ادخل هنا على 10 سنت واسحبها. هو طبعا الفرق بيني وبين ال 150 نقطه هي نقطه واحده بس، فعادي ممكن اجمعها بعد الفيديو ولا حاجه. اجمع يعني عادي خلاص، نقطه سهله يعني خلاص، نبقى نجمعها ونشوف. فاسحب دلوقتي قدامكم بس عموما 10 سنت، وابدا دلوقتي احط الباير بتاعي ودوس ريكوست ذيس ايتم، وكده اكون سحبت ال 10 سنت بكل سهوله. نفذنا عرض بالتفصيل، وقلت لكم كمان على عرض تاني بيحسب بدون اي مشاكل. فدي كل حاجه بالنسبه للفيديو النهارده. كمان موجود عندنا اتقل الشركات بنقط عاليه جدا اهو، وكمان البرنامج بيوصل اشعار في حاله ان العرض حسب معاك مباشره. دي كل حاجه في فيديو النهارده.